ودي صينية الكوسة بعد ما استوت. الجبنة مديالها لون غريب شوية لأن حطيت جبنة كتيرة. الوصفة جميلة وسهلة وريحتها حلوة قوي قوي بالتوابل اللي فيها. بألف هنا وشفا اللي هياكل، بألف هنا وشفا اللي هيجربها، وصحتين وعافية. واشوفكم ان شاء الله. اتمنى تعملوا لي لايكات، واتمنى تشتركوا في قناتي ويوصلكم كل الوصفات الجديدة اللي بعملها، واتمنى لكم صيام مقبول وصوم وافطار شهيا ان شاء الله. اشوفكم في وصفة تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل بقية الوصفة. دي صينية مدهونة سمنة وعليها بقسماط. الكوسة اهي اتشوحت، هاخد نصها هفرد هعمل طبقة تحت، على فكرة ريحتها حلوة قوي، الريحة بتاعت الكوسة عشان التوابل اللي فيها والماجي وريحة الفلفل الألوان والحاجات دي. كده فرشنا اللي فيها، نغطي القاعدة بتاعت الصينية، وهجيب الحشوة بتاعتي اللي أنا عاملاها وعاملاها كويس جدا، وهبدأ أفردها. هفرد الحشوة بتاعتي كويس عشان كل اللي يقطع قطعة يبقى فيها اللحمة بتاعتها، وهبدأ أحط بقية الكوسة. هبدأ أحط الباقي. أنا بس بشيلها بالمعلقة عشان هي فيها برضو سوائل، فأنا مش عايزة السوائل تنزل فيها. هي مش فيها سوائل كتيرة، ده البصل على فكرة، فنقدر نرشه كده عليها مية البصل بتاعتها لأن هتديها طعم أحلى. ونشيل الحلة ونشيل الحاجات بتاعتنا في الحوض، نروق حوالينا كده أول بأول. هنبدأ نفرد بقية الكوسة. نحاول نغطي كله عشان البشاميل ما يسقطش تحت كده. نفرده كويس، نوزع بس كده عشان اللحمة ما تبقاش هي اللي عريانة وينزل من تحتيها. ونقفل كل الفتحات اللي في الصينية، وهنركنها شوية ونعمل البشاميل. نقفل لما نجي نجهز. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل البشاميل. دول 4 كوبايات لبن وشوربة. ادي 2، ادي 3، ادي 4. تمام. هبدأ اعمل ايه؟ اولع النار هادي جدا، النار هادية، وهبدأ اقلب. هحط السمنة. هو الحقيقة مش لازم احط 4 معالق سمنة عشان الدسامة، لان احنا عشان بناخد حاجات للكوليسترول فهحط معلقتين كبار سمنة، وبرده هتقضي الغرض. يمكن اكون حطهم ال4 لو انا بحمر الدقيق، لو انا هحمره، انما هعمل كله ني على ني في ني كده. ادي كده بسيط، وهبدأ اقلب. هبدأ احط شوية ملح وفلفل ورشة جوز الطيب. شوية ملح، لسه ما سخنتش فعشان كده ايه مش بقلب، يعني سايباها على ما تدفى شويه. وادي جوز الطيب. جوز الطيب دي عايزه اقول لكم بتعمل ريحه كده خرافيه في الحاجات اللي هي
بتعمل ريحه حلوه جدا. هقلب، بدات هتسيح عندي. مطلعه الجبنه الموتزاريلا تفك شويه، وهبدا بعد ما اخلص ابدا اشغل البوتاجاز. الحقيقه الوصفه برضو سهله، ما هيش صعبه، وكلنا بنتعلم من بعض، ما يجراش اي حاجه. الاختلافات بتبقى في حاجات بسيطه جدا. في التوابل دي انا بحب دي، ما بحبش دي، اعملي اللي يعجبك. يعني ما تمشيش ورا كلام حد في الحاجات اللي انت بتحبيها. انت حاجه مجرباها وعاملاها وحاسه انها كويسه، فخلاص اعمليها. لكن الاختلافات بان انا ايه، بحط دي قبل دي، بسوي دي شويه، بعمل شويه. هنقفل بس على ما يبدا كده. البشاميل بتاعنا استوى، هنطفي عليه. عماله اقلب فيه من ساعتها. هنطفي عليه اهو، لازم يطبخ كده عشان يبقى مفيش طعم الدقيق الني. كبينا البشاميل شويه منه، هنحاول نغطي. لونه غامق شويه بس عشان الشوربه شوربه لحمه. لما بحط شويه كده وبوزع، وبعدين احط الباقي واوزع برضه. البوتاجاز عندي عشان الارض فيها ميل شويه. برضه نوزع. كده الطبقه مش كتيره، الاربع معالق يا دوبك يغطوا الصينيه كويس جدا. ومملاش المعالق دي جامد قوي عشان ما تتخلش مني واضطر احط لبن او شوربه خفف. لا، لما مليناهم المره اللي فاتت كانت المعلقه مليانه، كانت المعلقه كبيره شويه، فكانت احتاجت ان هي تتخفف. هننزل بقيه البشاميل بتاعنا اهو. كده الوصفه خلصت. هشيل حاجات بقى، هفرش كده ما يبقاش فيها حاجه عريانه عشان ما تتلساش ولا تتحرق. هسيبها شويه على ما اسخن الفرن، وبعدين ابدا احطها. الساعه دلوقتي 4:30، يعني على الساعه 5 كده ان شاء الله احطها تستوي. اللي طالع ده الفلفل الملون. ايه رايكم في الصينيه؟ لما اجي احطها هتكون دي مسكت شويه، احط على وشها يا حته قشطه يا حته سمنه بلدي تظبط لي الدنيا، عشان لما اجي احط الجبنه الموتزاريلا كمان تحمر كويس قوي. نكمل مع بعض ان شاء الله لما نخلص خالص، واوريكم الشكل النهائي بتاعها. اشوفكم ان شاء الله. اتمنى ان انتوا تعملوا لي لايكات، يعني بدات اللايكات تزيد شويه وبدات الاشتراكات تزيد. شكرا ليكم ولذوقكم. اتمنى ان انت تعملي لايك وتدوسي الجرس عشان توصلك كل الوصفات بتاعتي. فضلا وليس امرا، يعني مش بنأمر حد. والحمد لله رب العالمين على كل شيء، وربنا ييسر للجميع ويصلح حالنا وحالكم واحوالنا جميعا، ويرحم امواتنا واموات المسلمين، ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ودي صينيه الكوسه بعد ما استوت. الجبنه مديالها لون غريب شويه لان حطيت جبنه كتيره. الوصفه جميله وسهله وريحتها حلوه قوي قوي بالتوابل اللي فيها. بألف هنا وشفا اللي هياكل، بألف هنا وشفا اللي هيجربها، وصحتين وعافية. واشوفكم ان شاء الله. اتمنى تعملوا لي لايكات، واتمنى تشتركوا في قناتي يوصلكم كل الوصفات الجديدة اللي بعملها. واتمنى لكم صيام مقبول وصوم وافطار شهيا ان شاء الله. اشوفكم في وصفة تانية باذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودي صينية الكوسة بعد ما استوت. الجبنة مديالها لون غريب شوية لان حطيت جبنة كتيرة. الوصفة جميلة وسهلة وريحتها حلوة قوي قوي بالتوابل اللي فيها. بألف هنا وشفا اللي هياكل، بألف هنا وشفا اللي هيجربها، وصحتين وعافية. واشوفكم ان شاء الله. اتمنى تعملوا لي لايكات، واتمنى تشتركوا في قناتي يوصلكم كل الوصفات الجديدة اللي بعملها.
واتمنى لكم صيام مقبول وصوم وافطار شهي ان شاء الله. اشوفكم في وصفة تانية باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.